قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من قصة نبي الله هود عليه السلام، وكيف أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم بالريح. انتشر الشرك مرة أخرى في منطقة في شمال غرب الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، منطقة جبلية. في تلك البلاد انتشر الشرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا اسمه صالح عليه السلام. هذا النبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. أول دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، لا تعبدوا إلا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان قوم ثمود الذين سكنوا هذه المنطقة كانوا ينحتون الجبال. أعطاهم الله عز وجل قوة أنهم يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون في الجبال بيوتا لهم وقصورا لهم. أي قوة أعطاهم الله عز وجل. فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي أن صالح عليه السلام